القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. نفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مراجع مؤخرا بشأن اعتزام الحكومة الجديدة التي يقودها سعد الدين العثماني رفع الدعم تدريجيا عن غاز البوتان والسكري والدقيق بارتباط مع نية الحكومة مواصلة إصلاح نظام المقاصة. وأكدت الوزارة المنتدبة أن بعض المنابر الإعلامية نشرت مؤخرا أخبارا تحاول من خلالها الإيهام بتقديم سيناريو الحكومة لرفع الدعم عن مواد غاز البوتان والسكري والدقيق، مورد أن هذه الأخبار تضمنت معطيات ومراحل لتنزيل إصلاح نظام المقاصة لا أساس لها من الصحة. وذكر بلاغ توضيحي للوزارة المنتدبة اليوم الخميس أن الحكومة قدمت في برنامجها توجها هاما في تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة من خلال تدبير موارد مختلفة، منها الموارد التي سيتم تحصيلها من إصلاح نظام المقاصة. وشدد المصدر الحكومي ذاته على أن الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو هذا الإصلاح، وأن هذا الحسم سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين. ولم يفت بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن يؤكدوا على أن الحكومة ستقدم الحقائق والمعطيات الدقيقة بعد توفرها وفي أوانها المناسب. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن الحكومة الجديدة ستواصل سياسة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، وأنها ستواصل نهج رفع الدعم عن البوتان والسكري والدقيق المدعم إلى أن يتم فك الارتباط بشكل نهائي بين الدولة والدعم الذي تقدمه للمواطنين. وتقوم تفاصيل الخطة الحكومية لرفع الدعم عن غاز البوتان وتحديدا العبوات من حجم 12 كيلوغرام ضمن إطار تحركاتها الرامية إلى إصلاح صندوق المقاصة على تقديم ثمن قنينة واحدة من الغاز، وهي المقاربة التي كانت جاهزة على طاولة رئيس الحكومة السابق. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.